اليوم ب30/7 صار في غارة إسرائيلية على لبنان، وبسبب هالغارة في كتير مشاعر خوف عند الأمهات وعند الأطفال، لأنه الأطفال مثل ما نحن منحس هن كمان بيحسوا وبيتأثروا فينا. بهالحالة واجبنا نحن كمستشارية بالرضاعة الطبيعية إنه نذكر الأمهات. ليش؟ لأنه واجبنا نحمي الرضاعة الطبيعية ونحافظ عليها. بأي منطقة منعيش فيها وبيكون في حروب، الرضاعة هي سلاح العائلات والأمهات، سلاح كتير مهم لنحافظ على تغذية أطفالنا، نحميهم من الملوثات والتلوث، لأنه بأي وضع في حرب مش حنكون عايشين الروتين الطبيعي اللي منعيشه. فما بتنفصل الأم عن الطفل، منحافظ على الأم وعلى الطفل، ومنجبر أي شخص بده يقدم المساعدات إنه ما يهمش الأم اللي عم ترضع البيبي، وكمان تحصل على المغذيات والمكملات الغذائية اللي لازمة، مع عدم توزيع الحليب الصناعي بشكل عشوائي. طيب، شو منساوي بهالحالة بحالة الخوف أو الستريس أو الصدمة؟ أول شي بدنا ناخد الطفل على غرفة رايقة هادية، نعمل ملامسة الجلد على الجلد معه. فينا كمان نعمل نحنا deep breathing exercises، تمارين التنفس العميق، أو الصلاة أو الدعاء أو اليوغا، أي شيء بيسهل علينا عملية الاسترخاء، لأنه هيدا الشيء بيحفز الأكسيتوسين عند الأم، ومجرد ما حفزنا الأكسيتوسين حيوطي الكورتيزول يلي هو هرمون الستريس يلي بيمنع إدرار الحليب بحالة الستريس المفاجئ. الحليب ما بيختفي، انتبهوا، هو بينحبس جوا الثدي بس ما بيختفي، والطفل حيصير يقرب وجهه ويبكي ويرفض انه يرضع. بهالحالة تجنبوا تعطوه اي لهاية اي قنينة، وضلكن جابوا معه وحاولوا معه كرمال ما نفوت حالنا بمتاهة تانية. حافظي على روتين الرضاعة وضلك اعرضي على البيبي انه يرضع، وتركي البيبي قريب منك، وبوسوهن وعبطوهن وحبوهن، لانه كمان هيدا الشي بيحفز هرمون الاكسيتوسين بغض النظر عن الاشياء الصعبة اللي عم نعيشها. واذا انت كنت بالمستشفى بالوقت يلي صار فيها الغارة الجوية الإسرائيلية، اطلبي من الفريق الطبي يترك البيبي معك بالغرفة رومينج ان، اعملي ملامسة الجلد على الجلد وعرض عليه انه يرضع، وتذكري علامات الشبع هن حفاضات الطفل. بندلنا نعرض عليه انه يرضع بحال ما قبل، بحال كتير كان الوضع مأزم احكي مع مستشارة بالرضاعة او اخصائية رضاعة CBS او IBCLC. يعني هون بكل بساطة بدنا نحافظ على إنتاجك للحليب وبدنا نطعم البيبي. الأفضل نكون عم نتجنب الأنانة، بهالحالة الأفضل نكون عم نتجنب الأنينة. طيب، بالنسبة للأم ما بدنا نكون عم ننسى إنه نحنا أمهات بدكم تاكلوا، بدكم تشربوا لحتى تحافظوا على صحتكم. بالنسبة للأطفال الأكبر يلي نأذوا ويلي خافوا، شخصيا عندي ولادي نأذوا خافوا، أول شي بنعمله منطمنن إنهن بأمان، ما تخافوا انتو معنا. بدنا نحافظ على الروتين يلي نحنا بانيينه بالعائلة تحت سقف البيت الواحد، الأكل والنوم بشكل منتظم. بدنا نلعبهن ألعاب بسيطة أو نحكي لهم قصص، وبدنا نسمح لهم يعبروا عن مشاعرهم بكل رحابة صدر. بدنا نسمعهم من دون ما نصدر أي أحكام، ما بدنا نصدر أي أحكام عنهم. their feelings are valid. بدنا نعلمهم يتنفسوا بعمق مثل ما نحن نتنفس بعمق، أو مثلا نعطيهم بالونات ينفخوها، لأنه الأكسجين كمان بيساعدهم على الراحة. ثاقبت هالغارة قريبة على أسبوع الرضاعة الطبيعية، وكنا حنركز على موضوع الرضاعة بالأزمات، فهيدا الفيديو إجا بوقته. إن شاء الله تضلوا بخير، منشوفكن.